السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض بقى كيلو من الجلاش. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كده نص كيلو من الجلاش، هفرده زي ما انتوا شايفين كده. هفرده بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده علشان ابقى اخد منه كام طبقة كده وابدأ اشتغل بقى فيها. هجيب صينية كده واجيب 3 طبقات من الجلاش وامسكهم زي ما انتوا شايفين كده، افردها وامسك الطبقة دي كده افردها واقسمها بالنص. اجي من النص كده واقطعها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هنعمل من الجلاش ده تشكيلة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. هنقطع كده شرايح بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه كده. همسك بقى شريحة شريحة كده اهي بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه. تيجي بقى معاكي 3 4 اي طبقات مفيش مشاكل، بس ما تزيديش طبعا عن 4 يعني. وامسك شريحة كده منهم وادهنها سمنة واطبقها كده والف بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده اهي. هلف كده لفات رفيعة كده. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة وهتعجبكم يا حبايبي. والف كده هتديني شكل الوردة. شايفين شكل الوردة جميلة ازاي؟ هنعمل اشكال حلوة هتعجبكم ان شاء الله، حاجة كده تفرح الولاد اهي. وبرضو الكبار هتفتح نفس الكبار طبعا، بيبقى الاشكال دي بتفتح النفس. هنعمل واحدة تانية دهنتها وتنتها والف كده زي ما انتوا شايفين. الف كده طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم، جربوها بس اهي. كده عملنا الشكل التاني، كده عملنا نفس الشكل اللي عملناه كده وردة. شكل الوردة جميل ازاي؟ كده خلصنا الشكل بتاعنا. تعالوا بقى نشوف الشكل التاني. جبت شريحة كده عريضة وأقطعها 3 مربعات اهي. هعمل المربع الأول كده وأقطع المربع التاني وادي التالت 3 مربعات زي ما انتوا شايفين. وبرضو 3 طبقات أو 4 طبقات دول. همسك اخد كام طبقة كده اهي زي ما انتوا شايفين، يجوا 3 4 مفيش أي مشاكل. وامسكها كده وادهنها بالسمنة وامسك كده بالحرف واتني. هتتني برضو حرف كده صغير زي ما انتوا شايفين، حرف صغير كده واقلب واتني واقلب واتني زي ما انتوا شايفين كده عشان تديني شكل المروحة. هتدينا شكل جميل جدا هتعجبكم. شايفين؟ هنضم بقى دي كده على بعضيها. هنجيب الطرف ده على الطرف ده اهو. شايفين عطى شكل المروحة وجميل ازاي؟ تعالوا بقى نجيب خلة صغيرة صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده ونقفل بيها. هنضمهم على بعض كده ونقفل بالخلة اهي. عطتني شكل المروحة اللي انتوا شايفينها دي.
شكل جميل جدا برضه هيعجبكم. تعالوا نعمل واحدة تانية مع بعض. هاخد برضو بتاع 3-4 طبقات كده، واتني برضو الحرف كده صغير زي ما انتوا شايفين، واقلب كده يعني وش وظهر كده، واقلب وايه وش وظهر، واتني زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هضمهم على بعض بنفس الطريقة. واجيب بقى الخلة كده واقفل بيهم كده اهي، هقفل بالخلة كده، هتديني برضو الشكل الجميل زي ما انتوا شايفين شكل المروحة. وكده خلصنا الوصفتين، خلصنا شكلين من الجلاش. تعالوا بقى نرص الوردة الجميلة بتاعتنا. دهنا بقى الصينية سمنة، وهنرص كده زي ما انتوا شايفين. ادي شكل الوردة وشكل المروحة. يا ريت يا جماعة اللي أول مرة يشوفني من مطبخ أم محمد، يا ريت يا جماعة تعملوا اشتراك واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. وكده رصتهم وتعالوا بقى كده ندهن بالسمنة. أشرب كل واحدة منهم كده بالسمنة، ما تسيبيش حاجة اللي لازم تشربيها السمنة بتاعتها، بتدي طبعا طعم ولون، تبقى جميلة جدا ان شاء الله. ابقى مسخنة بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة، وادخلها بقى الفرن. تعالى بقى نعمل اللفة التانية. همسك برضو افرد كده واقسمها برضو بالنص، وهي برضو بتاع 3 طبقات. اقطع بقى بالنص كده نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده. وكده يا حبايبي الشكل التالت ده هنعمله صوابع. تعالي بقى ندهن كده السمنة، وهنجيب بقى اي مكسرات عندك. انا عندي هنا كده الفول، اي حاجة عندك انت عايزة بقى، جوز هند، زبيب، اي مكسرات انت تحبيها حطيها. عايزة تكتري برضو اللي يعجبك. الف كده الصابع كده زي ما انتوا شايفين. انا لفيت النص عشان انا عايزة الصابع كده يكون رفيع، مش عايزة الصوابع تبقى تخينة. والف برضو التانية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى نقطعهم كده، نقطع كده شكل يديني مثلثات، تبقى ماسكة سكينة كده، مش هتمسك، ما تقطعيش مستقيم، هتبقى قلب السكينة كده، يعني السكينة تبقى بزاوية كده، تديك شكل مثلث زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ادي شايفين شكل الصباع جميل ازاي. وكده خلصناهم. تعالوا بقى ندهنهم برضو بالسمنة كده، لازم تغلفي كله بالسمنة كلها زي ما انتوا شايفين كده. وكده يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن شايفين وعاطيه لون الذهبي وجميله ازاي، ما شاء الله جميله جدا. الشكل كده يفتح النفس على الاكل. تعالي بقى نسقي كده بالشربات، هنشربها كده بالشربات. الشربات دي كوبايتين سكر وكوبايه ونص من الميه، عشان يديكي الشربات ده يبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شربات الجلاش لازم يبقى تقيل.
الجلاش بيبقى سخن والشربات يبقى بارد، ونشربه كده زي ما انتوا شايفين. وكده الصوابع برضو اللي احنا عملناها عاطيه لون جميل جدا، وبرضو هنشربها كده بالشربات بتاعنا كده. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وعطت معايا كمية كتيرة ما شاء الله. جربوها هتعجبكم أو إن شاء الله. ايه شايفة الشكل وشايفة الجمال؟ ما تيجي تقدميها كده لضيوف أو لولادك، حاجة جميلة هتعجبكم بصراحة، وجديدة وبسيطة جدا في عمايلها، مفيش أي مشاكل منها. إن شاء الله هتعجبكم يا حبايبي. طريقة حلوة حبايبي هتعجبكم إن شاء الله، ياريت بس تجربوها إن شاء الله هتعجبكم يا حبايبي. شايفين الشكل جميل إزاي؟ ما شاء الله، حاجة كده جميلة وتفتح النفس. طبعا عطت كمية أكتر من الكمية اللي انتوا قدامكم دي. أنا بس كده رصيت اللي أنا هصوره قدامكم أهو. شايفين الجمال؟ معايا بقى فول كده أحط عليه برضو كده من على الوش، فول برضو زي ما انتوا شايفينه كده، يدي برضو طعم وشكل جميل اهو. بتزيني بيه برضو كده الفول، عندك اي مكسرات برضو كده هتزيني بيها. طريقة حلوة وجميلة جدا هتعجبكم، جربوها. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، حاجة كده جميلة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.